السفينه الحربيه اللي رست وطلعت بناتها دي برضه ما هتلعب بناتها فوق. ده بيقول لكم ان في ناس برضه شرفاء يا جدعان، ما حدش دماغه تسرع بعيد. السفينه اللي دخلت بالمتفجرات كان عليها علم المانيا غير السفينه اللي اتحركت عليها علم اسرائيل. دي واحده ودي واحده، دول سفينتين. اللي بلغ عن السفينه والحاويات والمتفجرات والحاجه اللي فيها من البحريه. اللي صور السفينه مش الاهالي. هناك شيء ما متعلق بها، هو قالوا احنا داخلين على نكسه 67. عايز اقول لكم اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي ومن غير تفسير كتير وتوضيح كتير، كان تقريبا ده الظروف اللي احنا بنعيشها بعد 67 في مصر. ولسه بقول لك احنا داخلين اقتصاد حرب. انا اخشى شيء هذه الايام، وافتكروا كلامي مش زي كل مره. هو يا هيسلم يا هيبيع يا هيمشي يا هيقسم يا هيورطنا في حرب، في مصيبه جايه وجايه قريب جدا لا تعدى ايام او اسابيع.